تعالوا بينا مع بعض نشوف الفيديو التاريخي ده ونشوف صدمة وجنون الإعلام الجزائري بعد الاستقبال التاريخي لجلالة الملك محمد السادس في باريس بفرنسا، والإعلان عن أكبر عقد شراكة في التاريخ ما بين المغرب وما بين فرنسا بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. هتشوف أكبر اتفاقية ما بين دولة أوروبية ودولة إفريقية، وللمرة الأولى في التاريخ المغرب بيصل للعالمية. تعالوا بينا مع بعض نشوف الإعلام الجزائري المصدوم هيعلق. حتى الملك المغربي لما يقال سيذهب إلى باريس في زيارة كبيرة لا يحدد موعدها، لم يحدد موعدها بعد، يقال الأسبوع المقبل حسب الملك مريض، يعني هل يستطيع الذهاب إلى هو كل فرنسا وإبرام معاهدة صداقة من أجل قطع الطريق على أي تحسن في العلاقات الجزائرية الفرنسية، مستعد للذهاب حتى للمريخ وليس فقط إلى فرنسا. طيب المغرب هنا عندما يتم طرد فرنسا هل يريد من إفريقيا، تريد باريس العودة إلى إفريقيا عن طريق المغرب؟ هل يمكنها ذلك؟ أي عمق يملكه المغرب في إفريقيا حتى تستعمله فرنسا كبوابة للعودة إلى إفريقيا. محصور جغرافيا أصلا، وسياسيا وضعه في الاتحاد الإفريقي معروف، ومثقل بقضية الصحراء الغربية اللي هي قضية تصفية استعمار وخاضعة لإشراف الأمم المتحدة، وبالتالي أفضل طريق ليس فقط لفرنسا وإنما لأي دولة أخرى من أجل الدخول نحو إفريقيا هي البوابة الجزائرية وليس بوابة أخرى في كما قال دو فيلبا هي البلد المفتاحي. هي البلد المفتاحي. إذا كان المغرب الآن المغرب كدولة في القارة الإفريقية فقد وزنه وقيمته واحترامه ما بين الدول الإفريقية. كيف يكون وسيط لفرنسا للولوج الى افريقيا، وهو بحد ذاته يعني في الانتخابات الاخيره البرلمانيه تاع البرلمان الافريقي يعني صحيح. تنافس مع تاع الصحراء الغربيه ولم يفز، وبالتالي فقد مصداقيته. اذا كان طرح روحه كوسيط لفرنسا للولوج مره ثانيه الى ارتباك في الجزائر. ملك المغرب يفاجئ الأعداء ويبرمج زيارة دولة لفرنسا لتوقيع اتفاقية غير مسبوقة في المنطقة، وفرنسا تصفها بعلامة فارقة تاريخية في العلاقات الفرنسية المغربية. في التفاصيل، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الفرنسي جان ويلبارو من الرباط أن الملك محمد السادس يعتزم القيام بزيارة دولة مبرمجة إلى باريس، يرتقب أن يسبقها اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين. وقال بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي: هناك أيضا زيارة الدولة لجلالة الملك محمد السادس المبرمجة، والتي سوف تتميز بحدث خاص غير مسبوق، وهو المعاهدة المغربية الفرنسية، مشيرا إلى أنها ستكون أول معاهدة من نوعها للمغرب مع دولة أوروبية. من جانبها أكد وزير الخارجية الفرنسي: نحن نستعد أيضا لاستقبال جلالة الملك في زيارة دولة إلى فرنسا، ستكون علامة فارقة تاريخية في العلاقات الفرنسية المغربية. وأوضح الوزير الفرنسي أن المعاهدة الثنائية ستكون الأولى من نوعها لفرنسا مع بلد غير أوروبي، وأن طموحها هو وضع إطار للعلاقات الفرنسية المغربية خلال العقود المقبلة. وأشار بوريطة إلى أن اللجنة العليا المغربية الفرنسية سوف تعقد اجتماعا لها في يوليوز المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدين. في توقيت قد يكون مفصلي في توازنات المغرب العربي وأفريقيا، تستعد الرباط وباريس للانتقال بعلاقتهما إلى مستوى غير مسبوق. معاهدة استراتيجية يقال إنها الأولى من نوعها بين المغرب ودولة أوروبية، ستوقع خلال زيارة العاهل المغربي المرتقبة إلى فرنسا، وهي تأتي بعد اعتراف فرنسي بسيادة المغرب على الصحراء. السؤال هو: كيف يستفيد المغرب من فرنسا لإعادة رسم خريطة؟ الجزائر ترفض زيارة جلالة الملك لفرنسا وتوقيع المعاهدة، وحليف الجزائر يعترف بمغربية الصحراء. السلام عليكم. صعار هذه الأيام عند نظام الجزائر طلق حملة شرسة إعلامية على المغرب ودعائية على المغرب، يهاجم فيها المغرب. قال لك سيدي شنو السبب؟ هو زيارة جلالة الملك محمد السادس المرتقبة قريبا جدا إلى فرنسا. تم الإعلان على أنه جلالة الملك
سيجري زيارة لفرنسا لتوقيع أول معاهدة من نوعها مع دولة أوروبية. هذه المعاهدة اللي غتوقع دابا فرنسا يعني أول دولة مع دولة غير أوروبية، ماشي دولة أوروبية، اعتذر. يعني هي هذه المعاهدة اللي غتوقع مع المغرب هي عندها مع ألمانيا. يعني ما عمرها فرنسا في تاريخها ما وقعت، هي نفس المعاهدة أقرب للمعاهدة اللي عندها مع ألمانيا، ما عمرها في تاريخها ما وقعت هكذا معاهدة مع دولة غير أوروبية في تاريخها. لأول مرة غديرها مع المغرب. وهذا الأمر هذا أكدوا جون نويل باغو وبوريطة. خلاص يا سادة، تم الاتفاق على أكبر عقد شراكة وأكبر اتفاقية في التاريخ ما بين المغرب وما بين فرنسا، ما بين المغرب وما بين فرنسا. الاتفاق ما بين المغرب وما بين فرنسا أو الشراكة أو الحاجات اللي هتربط المغرب مع فرنسا في ما هو قادم أكبر ما أنت تتخيلها بمراحل. أنت تقدر تقول كده خلاص المغرب وفرنسا هيبقوا دولة واحدة. المغرب وفرنسا بتربطهم علاقات وهتربطهم شراكة على أعلى مستوى، ولأول مرة في العالم بلد من قارة أفريقيا بتربطها علاقة قوية، وهتشوف شراكة كبيرة جدا ما بين دولة ودولة تانية من أوروبا. هقدر أقول لك دلوقتي إن المغرب وصل للعالمية؟ لا، مش هقول إن المغرب وصل للعالمية، لأن من وجهة نظري ده شرف كبير جدا لفرنسا. فرنسا تعلم جيدا قوة المغرب، فرنسا تعلم جيدا قوة المغرب. وأنا هنا لما بطلع وبقول بأن أي دولة بتربطها شراكة أو علاقة قوية مع المغرب هي اللي بتستفيد بشكل كبير جدا. أنت لو هتتكلم عن المغرب وإنجازات المغرب في الفترة الأخيرة فهي يعني لا تعد ولا تحصى. إنجازات المغرب في الفترة الأخيرة، فإن تربط شراكة ويبقى في دائما وأبدا عقد ما بين المغرب وما بين فرنسا أو ما بين المغرب وما بين أكبر الدول في أوروبا، ده شيء طبيعي جدا بالنسبة للمغرب. ما هو بالنسبة للمغاربة ده أمر سهل وأمر طبيعي جدا. المغرب مكانته أعلى من كده بكتير، المغرب مكانته أعلى من كده بكتير. النهارده استقبال تاريخي بكل ما تعني الكلمة من معنى لجلالة الملك في باريس. رئيس فرنسا بيستقبل الملك استقبال تاريخي، شعب فرنسا بيرحب بجلالة الملك. أنا بقول لك الشراكات المنتظرة والعلاقات وكل اللي أنت هتسمع عنه اللي هيجمع المغرب بفرنسا، لا هو شيء لم تتخيله. من الممكن طبعا ان يكون الموضوع بسبب ان فرنسا خلاص اعترفت بمغربية الصحراء وفي امور كثيرة، ولكن جلالة الملك والمواقف اللي بنشوفها من المغرب تخلي اي دولة في العالم تتمنى ان يبقى علاقتها قوية بالمغرب، تخلي اي دولة تفكر مليون مرة ازاي تستفيد من العقل المغربي ومن الفكر المغربي. انا قلت لك وهفضل اقولها، الدول اللي ما بتربطهاش علاقات قوية مع المغرب، ودي وجهة نظر شخصية، بتخسر كتير. انت دلوقتي بتشوف الجزائر بتتراجع للخلف في الاقتصاد، وفي مفيش فكر ومفيش تقدم ومفيش تطور ولا في علم ولا في اي حاجة في الجزائر. ليه؟ لان خسروا المغاربة، ما بتربطهمش اي علاقة كويسة مع المغرب، وبالتالي مش بيستفيدوا بالعقل وبالتفكير المغربي، ودي حقيقة. انت لو هتتكلم على العلماء، لو هتتكلم على المخترعين، لو هتتكلم على الدكاترة، لو هتتكلم على الفكر، وإن واحد مغربي في يوم وليلة يبقى رئيس لدولة سويسرا بثغرة في القانون، وبإن دكتور مغربي يخترع جهاز لتصفية الدم، وبعدها شاب مغربي يخترع طاقة ويولد كهرباء بدون أي حاجة، وبعدها طفل مغربي يخترع أفضل وياخد أفضل مبرمج في العالم ويتم تكريمه. لا، الأمر مش سهل على الإطلاق، الأمر مش سهل على الإطلاق. لكن طالما الإنجاز بيكتب باسم شباب المغرب، أيوة، فلا تستغرب.
ده طبيعي بالنسبة لهم، ده طبيعي جدا. ديما مغرب، اشوفكم في فيديو جديد.